عندما قررت أمريكا التفاوض مع الثوار الفيتناميين طلبت منهم أن يرسلوا وفدا يمثلهم في باريس للتباحث حول وقف الحرب بعد أن كبد الفيتناميون أمريكا خسائر كبيرة. وفعلا أرسل الثوار وفدا مكونا من 4 أشخاص، امرأتان ورجلان. وكانت المخابرات الأمريكية قد جهزت لهذا الوفد إقامة بأرقى فنادق باريس، وجهزت لهم كل أسباب الراحة والمتعة وكل ما لذ وطاب. وعندما وصل الوفد الفيتنامي ونزل إلى المطار كانت هناك سيارات تنتظر الوفد لتقله إلى مكان إقامة، ولكن الوفد رفض ركوب السيارات وطلب مغادرة المطار بطريقته، وأنه سيحضر الاجتماع في الوقت المحدد. واستغرب الوفد الأمريكي من ذلك وسأل رئيس الوفد أين ستقيمون؟ فأجابوا سنقيم عند طالب فيتنامي في أحد ضواحي باريس. فتعجب الأمريكي وقال لهم لقد جهزنا لكم إقامة مريحة في فندق فخم. فأجاب الفيتناميون نحن كنا نقاتلكم ونقيم في الجبال وننام على الصخور ونأكل الحشائش، فلو تغيرت علينا طبيعتنا نخاف أن تتغير معها ضمائرنا، فدعونا وشأننا. وفعلا ذهب الوفد وأقام في منزل الطالب الفيتنامي ليقوم بعدها بمباحثات أدت لجلاء المحتل الأمريكي عن كل فيتنام. وحين التقى الوفدان على أرض المطار بادر الأمريكي لمصافحة الوفد الفيتنامي، لكنهم رفضوا، وقال كبيرهم لا زلنا أعداء ولم يخولنا شعبنا مصافحتكم، ومن يبيع ضميره يبيع وطنه. رباط استيقافنا الجماعة مو بس صافحوا المحتل، بوسات وحضنات وهدايا وعزايم، وهم دلوا المحتل على الطريق. وكانت الفنادق تشهد من كانوا يلتقون بالمحتل، لأن اللي يبيع ضميره يبيع وطنه. مع السلامة.